انتهت مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي النهارده 4-2. المباراة كانت صعبة. طبعًا الحمد لله على المكسب وكل حاجة. أول ربع ساعة كان النادي المصري كان هو اللي بيلعب علينا. جاب كورة في العارضة صلاح محسن وبعد كده سجل الهدف التاني، الهدف الأول. طبعًا كنا مقلّقين من الماتش لمّا انتظرنا النادي المصري بيلعب، بس الحمد لله النادي الأهلي استيقظ بدري وعرف يرجع بالنتيجة 2-1. وبعد كده الجون اتحسب offside اللي هو الجون اللي جابه وسام أبو علي، بعد كده رجع بالنتيجة تاني. محمد طاهر سجّل كده 2-1 الشوط الأول انتهى. بدأنا الشوط التاني النادي الأهلي كان بيشكّل في كورة قوية جدًا على النادي المصري. كان زنقه في نُص الملعب بتاعه وكان لعب كورات كويسة جدًا يعني. جه وسام أبو علي راح مسجّل لعب فاول. سجّل الهدف التالت للنادي الأهلي والنتيجة بقت 3-1 لصالح النادي الأهلي. فبقت الهجمات متتالية من النادي الأهلي برضه. النادي الأهلي بيضغط لحد ما حصل إمام عاشور على ضربة جزاء. وسجّلها إمام عاشور وكده 4-1. النادي المصري بدأ بعدها على طول هو اللي يلعب، هو اللي مسك الكورة. النادي المصري سجّل هدف. كابتن محمد الشناوي وقف يتفرّج على الكورة. الكورة أصلًا عيب الشناوي وعيب ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم ما طلعش غطّى على الكورة. ومحمد الشناوي اتفاجئ بالكورة زيّنا زيه زيّنا. فالكورة كانت جات جون. فالنتيجة انتهت 4-2 والنادي المصري كان لعب في آخر ربع ساعة وأول ربع ساعة زي ما قُلت لك. أحسن ناس في المباراة بالنسبة لي إمام عاشور رجل المباراة الأول. عندك مصطفى العِش رجل المباراة التاني ووسام أبو علي. أحسن 3 في المباراة. بالنسبة لأسوأ 3 في المباراة أو أسوأ 2 هادّيها مثلًا لياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، دي من وجهة نظري، وأنت كمان ممكن تقول لي وجهة نظرك مين الأحسن ومين الأسوأ في المباراة؟